السلام عليكم. اتصل بنا في مجلة السياق العربي عدد كبير من القراء والمستمعين والمشاهدين يتساءل عن رقم الهاتف الذي تحدثت عنه المدعوة نعيمة صالحي، وقالت إنه أعطي لها قبل سنوات واتصلت عن طريقه بعبد العزيز بوتفليقة. هذا الرقم هو رقم منزل عبد العزيز بوتفليقة في الأبيار، وهو نفس الرقم منذ الاستقلال، لم يغيره بوتفليقة أبدا، وهو أحيانا يعطيه لبعض الناس. وقد كنت أنا محمد تمالت رئيس تحرير مجلة السياق العربي أحد الذين أعطاهم بوتفليقة هذا الرقم في سنة 1994، ويمكن لأي شخص أن يتصل بهذا الرقم ليتأكد من صحة هذا الأمر. الرقم هو 021 60 34 59 021 60 34 59. ما يحدث الآن هو أن جهاز الأمن يعطل هذا الرقم أحيانا عندما يكون بوتفليقة موجودا في المنزل، وأعتقد أن ذلك يتم بتعليمات من السعيد بوتفليقة. فإذا اتصلتم بهذا الرقم ووجدتموه مشوشا عليه فاعلموا بأن بوتفليقة موجود في المنزل. أما في الأيام التي لا يوجد فيها بوتفليقة في المنزل فعادة يكون هذا الرقم صالحا للاستخدام. بعد لحظات سوف تستمعون إلى البريد الصوتي لمنزل بوتفليقة بصوت بوتفليقة نفسه، وهو يطلب باللغة الفرنسية من كل متصل به أن يترك رقم هاتفه. في حقيقة الأمر كان بوتفليقة قبل أن يعينه الجنرالات رئيسا للجزائر يترك رسالة صوتية باللغة العربية والفرنسية، غير أنه غيرها بعد ذلك إلى اللغة الفرنسية وحدها مباشرة بعد تعيينه رئيسا، وهذا يترك وراءه ألف سؤال.